فاحنا لازما نرسم الثلاث خلايا دول او الثلاث مستويات دول. الاول هنرسم البلاد فيزلز اللي هو الدم، ادي الدم. بعد كده هنرسم اليومن اللي هو التجويف بتاع الاستومك، ادي التجويف بتاع الاستومك. طب فين بقى جدار المعدة؟ ما هو جدار المعدة هو الحاجز ما بين الدم وما بين التجويف. ادي جدار المعدة اللي هي خلايا البرايتال سيل، ادي خلية برايتال سيل. طيب الاكل فين؟ الاكل هنا، الفود هنا كده. طيب وده البلد ودي البرايتال سيل. كلام جميل. ايه بقى اللي بيحصل يا دكتور؟ انا عايز اكون ايه او عايز افرز ايه؟ انا عايز افرز HCl. فانا عايز اخرج ال HCl هنا وعايز اخرج الهيدروجين هنا، صح؟ الكلام ده بيتم ازاي؟ قال لي اول حاجه احنا بنجيب نهوت بامب. البامب دي بتشتغل، البامب ده بتشتغل ب ATP، يبقى دي اكتف ترانسبورت. البامب دي بتروح تطلع لي الكلور السالب من خليه البرايتال سيل، اهو الكلور اهو، بتخليه يخرج وتقوم مدخله لي مكانه صوديوم موجب. الصوديوم موجود في الاكل، فهي دخلت لي الصوديوم الموجب. طيب خلاص دي مفهوم. انا طلعت ايون سالب ودخلت ايون موجب، طلعت ايون سالب اللي هو الكلور ودخلت ايون موجب اللي هو الصوديوم. في مشكله حصلت؟ اكيد في مشكله حصلت. لو لاحظت الشحنات هتلاقينا خدنا ايون موجب من اهو، فالوسط هنا اكتسب اشاره سالبه، وقمنا ضايفين ايون سالب كمان، بقى الوسط كسب كمان اشاره سالبه. يبقى هنا اشارات سالبه عماله تتكون طول ما انا عمال اعمل اكتف سكريشن للسي ال، ان انا انقل السي ال من البرايتال سيل، من السيتوبلازم بتاع البرايتال سيل الى اليومن. عمال اراكم شحنات سالبه. الشحنات السالبه هتقول لك لا ما ينفعش، انا عايز من جوه الخليه انا اهو، من جوه الخليه انا اهو حد موجب يجي يعمل نيوتراليزيشن للشحنات السالبه دي. مش هينفع كده. طب احنا متعودين دايما في الكهربية ان لما الصوديوم يلخبط حاجة مين اللي بيصلحها؟ البوتاسيوم. فيقوم البوتاسيوم قايل من جوه الخلية يا جماعة الخير يا اهل الخير، انا هتبرع ان انا احل السالبية اللي حاصلة جوه اليومن دي. فيقوم البوتاسيوم طالع 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 وحالل السالبية دي بالبوزيتيف بتاعه. طب يقوم اليومن او تقوم الخلية بقى البرايتال سيل لسه ما نطقتش، احنا اللي اليومن بيحصل فيه بنعدله. البي سيل تقول لك لا، اللي هي البرايتال سيل، يا جماعه ما ينفعش كده، البوتاسيوم ما يخرجش من جوايا، البوتاسيوم ده انا بحبه انتراسيلولر بكميات كبيره، ده اللي بيحافظ على الريستنج ممبرين بوتنشال بتاعتي، انا مش هينفع اسيب البوتاسيوم. ثم قايل لك خلاص، عندك ايه تاني جوه تطلعيه مكان البوتاسيوم الموجب؟ ما انا عايز حاجه موجب. تقول لك انا عندي مين؟ عندي هيدروجين. فهي يكون جواها ميه H2O، تقوم محوله الميه دي الى H موجب و OH سالب، اتش موجب و او اتش سالب، تطلع الاتش موجب لبره وتدخل مين؟ وتدخل البوتاسيوم تاني. يبقى كده الاتش خرج والسي ال خرج، كده الاتنين خرجوا اتش وسي ال. تقول لي طب دلوقتي احنا عمالين، طبعا العمليات دي عماله تتكرر من فوق كده، عماله تتكرر، كلور يخرج يقوم الصوديوم داخل يقوم البوتاسيوم طالع عشان يظبط الشحنه، يقوم البوتاسيوم راجع داخل تاني يقوم خرج لي هيدروجين. طب انا اسال سؤال بقى، كده الصوديوم عمال يدخل بكميات كبيره والكلور عمال يخرج بكميات كبيره، الكلور ده هو هجيبه منين؟ قال لي الكلور ده هو ما هو بص انا بدور على اللي شغال، مفيش حاجه بتعوضه. الميه دي سهله هنجيبها من اي داهيه، جسم مليان ميه وهنطلع هيدروجين، تمام. والبوتاسيوم زي ما خرج زي ما دخل تاني، فما فيش فيها مشكله. مين بقى الديفكت هنا دلوقتي؟ الديفكت هنا في دهم، في الكلور ده اهو، عمالين نخرجه. طب هو هيجي منين؟ قال لك بيجي من البلد، من الدم، الكلور بيجي من الدم. طب والصوديوم؟ الصوديوم اللي دخل كتير 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 ده هنجيبه منين تاني؟ قال لي برضه او هنوديه فين؟ قال لي هنوديه برضه البلد. فيبقى في هنا بوابة تانية تدخل لي كلور وتخرج لي صوديوم للدم، تخرج لي كلور وتدخل لي تدخل لي كلور وتخرج لي صوديوم للدم. طيب دلوقتي انا عندي في مشكلة تالتة، انا كده حليت المشكلتين دول بتاع تراكم الصوديوم جوه الخلية وخلاص ما عادش في كلور، فانا حليتها من الدم. طيب في مشكلة بقى تالتة، ده اهو ال OH ده هيحصل ايه؟ ده كده ده فري راديكال، ايون يحمل ايون يحمل الكترون سالب، فري راديكال.
هيدي الالكترون ده لاي حاجه كده عشوائيه فيبوظ لي السيل ممبرين بتاع الخليه، يدمر لي الخليه. الكلام ده واخدينه في البايو السنه اللي فاتت. فده فري راديكال لازم نتخلص منه. هنتخلص منه ازاي بقى؟ قال لي والله الخليه ده اهي، الخليه ده زيها زي باقي خلايا الجسم، بتتنفس فبتطلع CO2 جواها. اقوم انا قايل طب ماشي، اربط لي CO2 بميه، اي ميه بقى، الميه كتير ما تسالش بتيجي منين، الميه بتيجي من كل حته. يعني الميه بتعدي بالاسموزس، مطرح ما نعوزها بتبقى موجوده، ما بيفرقش لان الجسم كله ميه. فاربط لي CO2 بالميه، هتكون لي H2CO3. هل ده مركب ثابت؟ لا، ده مركب غير ثابت. طب وبعدين؟ قال لي في الكهولي الى HCO3 و H بوزيتيف و HCO3 نيجاتيف. ال H حطها مع ال OH يبقى كون لها ميه تاني، وكده المشكله اتحلت. طب بالنسبه للبيكربونات السالب ده، خرجه لي بره اهو في الدم، وهو هيلاقي من خارج جنبه الصوديوم، يقوم مكون لي بايكربونات الصوديوم. وده حلو، ده هيحافظ على البي اتش بتاع الدم، ده قاعدي هيحافظ على البي اتش بتاع الدم. طب بس خد بالك ان الدم انت عمال تضيف فيه قاعديه قاعديه قاعديه، فيقول لك في سلايد انكريز في البي اتش بتاع الدم، حاجه بنسميها الكلاينتد. الكلاينتد يبقى يعني ايه الكلاينتد؟ قال لي ده ارتفاع بسيط في البي اتش بتاع الدم عند الاستومك بسبب وجود ال HCO3 ال HCO3 خارج، اللي هو الايه اللي هيرتبط بالصوديوم يكون لي بايكربونات صوديوم، ودي قاعديه. يبقى القصة من الأول تاني أهو، هقولها تاني مرة وبعد كده نرجع نقرأها من الكتاب، هتلاقي الوضع سهل جدا. أولا احنا خرجنا الكلور بأكتيف ترانسبورت ودخلنا مكانه صوديوم. طيب لما عملنا العملية دي بدأنا نراكم شحنات سالبة هنا. يقول لك الشحنات السالبة دي بتعمل لي نيجاتيف ممبرين بوتنشال من -40 ل -70. طيب النيجاتيف ممبرين بوتنشال دوت بيجذب لي أيون موجب من جوه، فيجيب مين؟ يجيب البوتاسيوم. تقوم الخليه غضبانه تقول لك لا ما ينفعش، اقوم قايل لها خلاص دخليه وهاتي حد تاني موجب. تقول لك انا جوايا ميه هفكها الاو اتش واتش واديك الاتش. كده انا جبت اللي انا عايزهم، Cl واتش يتحدوا مع بعض بقى يكونوا لي HCl. طيب والاو اتش ده، قال لي الاو اتش ده له حل. عندي CO2 ده خرج من الميتابوليزم العادي اللي هو التنفس الخلوي، CO2 اتحدوا مع ميه وكون H2CO3، افصلهم، ال H يروح مع ال OH ويكونوا مع بعض ميه، وال HCO3 يروح للدم يعمل لي الكالاينتد اللي هو سلايت انكريس في البي اتش. طب ايه رايك في الكلور والصوديوم؟ الكلور بيجي من بره من الدم، والصوديوم بيروح لايه؟ لجوه للدم، اتحد بالبيكربونات واديني الصوديوم بايكربونات. طيب اخر مره بقى معانا من الكتاب عشان يبقى كده خلاص الجزئيه دي عدت. ال HCl فورميشن، ايه الميكانيزم؟ قال لي والله الCl بيخرج من البرايتال سيل الى اليومن اكتفلي. طب والصوديوم؟ قال لي يعكس، يدخل تمام من اليومن للبرايتال سيل. بقى الكلور فين؟ في اليومن. وبقى الصوديوم فين؟ في البرايتال سيل. طيب كده في شحنة سالبة تتراكم اللي هي من -40 ل -70 ملي فولت، داخل ايه؟ داخل اليومن. الشحنة دي هتؤدي الى باسيف ديفيوج. يعني ايه باسيف ديفيوج؟ ان الصوديوم يبدأ يخرج لبره يروح لليومن. طب هل الخلية ترضى بالكلام ده؟ ما ترضاش. فيقوم قايل لك المية تعمل ديسوشيشن إلى هيدروجين بوزيتيف و OH و OH نيجاتيف. تمام. الهيدروجين البوزيتيف يقوم متحد مع مين؟ أو يقوم رايح فين؟ قال لي الهيدروجين بوزيتيف سكريتد اكتيفلي مع البوتاسيوم، هيدروجين بوتاسيوم بامب. الهيدروجين بوتاسيوم اتيبيز بامب ده بسميها البروتون بامب. عارف بقى كلمة بروتون بامب دي هتسمعها كتير جدا، يقول لك بروتون بامب انهبيتور. هو الانهبيتور ده هيعمل ايه؟ الانهبيتور ده هيمنع خروج الهيدروجين ودخول البوتاسيوم، وبالتالي يبقى منع تكوين ال HCl. ما هو الهيدروجين ده هو اللي هيكون ال HCl، يبقى انا منعت هنا تكوين ال HCl، يبقى انا حافظت على مين؟ على حموضة المعدة والحموضة مع ال H. فتلاقي معظم او الافكتيف انتاسيدس اللي هم هيضادوا الحموضه اللي احنا ندوهم عشان خاطر حموضه المعده وارتفاع حموضه المعده، هتلاقيهم كلهم كده الميكانيزم اوف اكشن بروتون بامب انهبيتور، بيدخلوا يقفلوا لي البامب دي. تمام. بيقول لي بقى موست اوف البوتاسيوم اللي خرج لليومن في خطوه واحد يقوم راجع تاني. تمام. وناخد مكانه مين؟ هيدروجين. طيب الهيدروجين كده لسه في او اتش واقف اهو، هنعمل فيه ايه بقى؟ قال لي السي او 2 اللي اتكون ديورنج الميتابوليزم او اللي جاي من البلاد هيبدأ يتحد بالمية عن طريق
انزيم اسمه كربونيك انهيدريز انزيم، مهم جدا الانزيم ده، يكون لي H2CO3 اللي هو غير ثابت، يحصل له ديسوشيشن يتفك ويكون لي HCO3 نيجاتيف و H بوزيتيف. ال H البوزيتيف دوت يتحد مع ال OH اللي هي كانت فوق ده اهي، ويقوم مكون لي ميه، وال HCO3 يديفيوز للبلاد. تمام، يقول لك بيديفيوز ان اكسشينج اوف الكلور، يعني هو كمان بيدخل لي كلور. دي خطوه زايده تزودها يعني على اللي احنا قلناه، ان هو انا اهو وهو خارج كده بيدخل لي هو كمان كلور Cl. يبقى الكلور جاي من اليمتين، جاي من الصوديوم والبيكربونات، ويلاقي هو بره بقى مين، يلاقي بره الصوديوم يقوم مرتبط بيه ومكون لي NHCO3. طيب بيقول لي والووتر طبعا هيعدي بقى عن طريق الايه الاسموزس، ممكن يعدي من الخلايا لليومن على حسب الحاجه بقى دي ساعتها. طب ايه الالكلاين تيد؟ قال لي الالكلاين تيد ده ان ال HCl لما بيحصل له سكريشن في HCO3 بيتضاف للفينوس بلاد، للجاستريك فينوس بلاد، ده بيخلي البي اتش بتاع الايه الجاستريك بلاد يعلى شويه، خلي البي اتش يعلى شويه، دي اسمها الكلاين ايه الكلاين تيد.